بانتصارها الديمقراطيه. لماذا صمتت على كل تجاوزات على القضاء وغيره وغيره وغيره؟ انا نقول القضيه اليوم، انا ما نحبش نعطي تفسيرات ومش نطول، لكن نحب نقول حاجه. راي القضيه اليوم ما هياش قضيه قضاء وحريه. انا نقول اليوم راي قضيه استمرار الدوله. الدوله التونسيه مهدده. الدوله التونسيه مهدده. وقت نقول الدوله التونسيه نقول جميع الوطنيين اينما يوجدون، هذا يجب يكون العنصر الجامع لهم. والدوله التونسيه شكون مهددها؟ هو تواصل حكم قيس سعيد. هذا هو. وبالتالي الاداره العميقه والمؤسسات الصلبه في الدوله والمجتمع المدني والاحزاب يجب يفهموا هذه. ما احناش في حاله الرفاه اليوم. راني انا اليوم نقول صرخه فزع. الدوله التونسيه مهدده والمجتمع التونسي مهدد، وبالتالي لابد من صحوه هبه شعبيه للوقوف، وضع سدود معناتها خرسانيه لاعاده انتخاب قيس سعيد. هيك علاش انا نقول المؤسسات الدوله والقوى الصلبه لا يمكنها عقلا ومنطقا ومصلحه ان تواصل مسايره قيس سعيد فيما وصل اليه، وخاصه البيلون تاعه نعرفه. أو عندما مع دورات الإحصاء في آخر أرقامه 0.2 نمو. الثلاثية الأولى تاع 24 معذرة، والثلاثية الرابعة نتاع 23. هذا معهد حكومي هو يعطي الأرقام واضح. وكان تشوف أنت التضخم اللي قال تحكمنا في التضخم، يعني نص بكري نقرا في معهد الإحصاء شنو الزيادات الموجودة في المواد الغذائية. يعني اللحم 50,000 زاد 35%. كي تصور يا اخي نعطيك حاجه بسيطه، هذه بسيطه للزوالي قاعد يعمل فيها. يعني البار الحديد اللي كان قبل ضرب عليه في 6000 تو ولا معناها 30,000. شكاره السيمان ب 15,000. يعني وقص على ذلك معناتها. وكل شيء الدواء غلا، كل شيء غلا. المواطن قاعد يعني قاعد ينتفض. وبالتالي علاش هذا؟ وعلاش يقول قائل بربي ما شفناش احنا تونس في عام 2011 والثوره والى غير ذلك عملنا صفر 8 ساعات باش يخرج الحكومه الاولى. ما نحكيش على حكومه الجبال اللي طلعنا بها باربعه، وفي حكومه علي العريض 4%. يعني هبطنا لصفر سنين. راي تونس عمرها ما وصلت 0.2. يعني السؤال علاش؟ على خاطر اللوبيات يختاروا الماسونيين لا سؤال بظفرين. اعطينا سبق دكتور. انا اعطينا سبق. انت دكتور ومحامي بالحق. تو سيد رئيس ما نسولش على رئيس يحكي على كلام مش صحيح.